أتذكر مرة بالجامعة كنا ما ملزمين بارتداء الزي الموحد، وبوقتها صار حديث ويا أساتذتنا وقالوا إنه اللبس لازم يكون مو مؤذي للعين، يعني نقدر نكون أنيقين وبنفس الوقت مريحين لعين الناس ولتفكيرهم، ونراعي بلبسنا الوقت والمكان اللي رايحين له. يعني ما ينفع أني ألبس فستان مبهرج وأتمكج وأروح بيه للسوق، وما ينفع أطب فاتحة وأني مالية إيدي بالذهب. كذلك برمضان ما نقدر نلبس لبس فاضح. وإذا نريد نحكي عن التحرر، فالتحرر مو معناه أن نكون شاذين عن المجتمع، لأن كل مجتمع إله ثقافته وعاداته وتقاليده اللي ما نقدر نخالفها 100%، وخصوصا برمضان شهر الصيام والاحتشام. رمضان وأجواءه هو جزء من هويتنا وثقافتنا اللي نعتز بيها. لبسوا وتأنقوا وتجملوا بس بحدود، خلوا الناظر من يشوفكم يبتسم من جمال الحشمة والبساطة. ولا تنسون أنه إغراءنا الحقيقي هو بشخصيتنا وتفكيرنا وكلامنا، لا بالتنورة القصيرة والفستان البلاردان. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.